الدهب مش بس زينة، الدهب بقى معركة أرقام وخطة دولة كاملة لحد 2030. في خبر مهم جدا طلع من شعبة الدهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، بيقول إن القطاع مستهدف يوصل بصادراته ل 9 مليار دولار بنهاية 2026. يعني احنا مش بنتكلم عن بيع وشراء بس، احنا بنتكلم عن صناعة الدولة عايزاها تبقى من أهم مصادر العملة الصعبة. بس السؤال دلوقتي هو إيه اللي حصل في السوق؟ بحسب تصريحات إيهاب واصف رئيس الشعبة، الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر طلع الأسبوع اللي فات بنسبة 3.1%. يعني أنت بتتكلم دلوقتي في أكتر من 200 جنيه زيادة في الجرام الواحد، والسبب ارتفاع الأونصة عالميا زائد صعود الدولار بأكتر من 60 قرش. عالميا الذهب كمل صعوده للأسبوع الثالث على التوالي وقفل فوق مستوى 5108 دولار للأونصة، مدعوم بالتوترات الجيوسياسية وتضارب توقعات الفايدة الأمريكية، وده دايما بيخلي المستثمرين يهربوا للذهب باعتباره ملاذ آمن. محليا بقى عيار 21 قفل قرب ال 7000 جنيه للجرام بعد فترة تذبذب كبيرة، وده معناه ان السوق استعاد الزخم الصعودي تاني. ولو العوامل العالمية فضلت داعمة ممكن نشوف تحركات جديدة، لكن الأهم من السعر هو الخطة. الدولة مستهدفة توصل بإجمالي الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار بحلول 2030، وقطاع المشغولات الذهبية لوحده عايز يحقق 9 مليار دولار السنة دي بمعدل نمو سنوي 25% على الأقل، من خلال تطوير التصميم والتصنيع، استثمار في البحث والتطوير، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدريب كمان العمالة الفنية علشان خاطر المنتج المصري ينافس عالميا مش بس محليا. السؤال بقى، شايفين الذهب رايح على فين الفترة اللي جاية؟